انت فاكر انك عارف جامعة القاهرة كويس؟ طب عمرك دخلت القبة من جوه؟ طب تعرف ان المكان ده اقدم من دول كاملة؟ يمكن تفتكر ان جامعة القاهرة هي مجموعة مباني قديمة موجودة من سنة 1908 وزحمة من جوه، دي فيها فوق ال 200,000 بني آدم ما بين طلبة ومدرسين، 29 كلية ومعهد، يعني اكيد ما فيش مكان تقعد. احب اقول لك بقى انك ما تعرفش اي حاجة عن جامعة القاهرة، فتعال احكي لك حكايتها ووصلت لفين. تخيل معايا اننا رجعنا بالزمن ل 1908. مصر دلوقتي تحت الاحتلال البريطاني. فكرة انك تعمل جامعة حديثة دي خطوة سياسية قبل ما تكون تعليمية. حواليك رموز زي مصطفى كامل ومحمد عبده وسعد زغلول بينادوا ان الاستقلال الحقيقي هيبدأ بعقل متعلم، والناحية التانية الاحتلال بقيادة اللورد كرومر عايز الشعب المصري يفضل فقير وجاهل، والجامعة يعني وعي، ووعي يعني مقاومة. ورغم الضغط في يوم 21 ديسمبر 1908 بتتعمل حفلة كبيرة جدا في مجلس الشورى لافتتاح الجامعة المصرية. مفيش حرم جامعي ثابت، يعني المحاضرات كانت بتتنقل من مكان لمكان وبيتعلن عن أماكن المحاضرات في الجرايد. وكانت الجامعة أداة بيستخدمها الخديوي عباس حلمي الثاني للضغط على الإنجليز، فكانت المحاضرات ساعات في مجلس الشورى أو نادي المدارس العليا أو دار الجريدة، لحد آخر مكان للجامعة قبل الحرم الجامعي اللي احنا فيه، وهو سرايا الخواجة نستور جناكلس، وده حرم الجامعة الأمريكية القديم اللي في التحرير. ويوم 11 مارس سنة 1925 صدر مرسوم بإنشاء حرم جامعي للجامعة المصرية، وكانت مكونة من 4 كليات: الطب، الحقوق، العلوم والآداب. وفي سنة 1925 اتبرعت الأميرة فاطمة إسماعيل بنت الخديوي إسماعيل بالأرض دي وجزء من مجوهراتها عشان نبني الحرم الجامعي، وبعدها اتغير اسمها عشان تكون جامعة القاهرة. والحقيقة إن خوف الإنجليز اتحقق فعلا. التمثال اللي ورانا ده بيحكي حكاية المظاهرات اللي خرجت من جامعة القاهرة سنة 1935 و46، ودي الكليات اللي شاركت فيها، والكتاب ده كأنه سجل للشهداء. وعلى مدار السنين الجامعة دي خرجت رؤساء زي صدام حسين وياسر عرفات، علماء منهم اللي فاز بجائزة نوبل زي نجيب محفوظ ومحمد البرادعي، كتاب ومفكرين زي طه حسين، زكي نجيب محمود، يوسف إدريس، لطيفة الزيات وغيرهم. والنهاردة جامعة القاهرة من أحسن 1% من الجامعات على مستوى العالم، ولولاها ما كانتش أبو ظبي الحديثة اتخططت على إيد عبد الرحمن مخلوف خريج الجامعة، ولا كانت توسعات الحرم المكي والنبوي بالدقة دي على إيد محمد كمال إسماعيل اللي كمان اتخرج من هنا، ولا مدن زي بغداد الجديدة وأحياء في دمشق والبحرين وأبو ظبي اتخططت على إيد سيد كرم، ولا مدينة القرن في الأقصر بقت نموذج عالمي للعمارة البيئية على إيد حسن فتحي. ده غير آلاف الأطباء والمهندسين والمدرسين اللي خرجوا من قاعاتها وشاركوا في بناء دول الخليج في السبعينات والثمانينات. وجزء أساسي من الحرم كان القبة أو قاعة الاحتفالات الكبرى ومسرحها، ولو عمرك ما دخلتها من جوه تعال معايا. أول ما بتعدي البوابة وتدخل القاعة بتحس إنك دخلت زمن تاني. السقف العالي، القبة المرفوعة، التفاصيل، الأعمدة، النقوش، كل حاجة معمولة عشان تليق بحلم كان أكبر بكتير من مجرد جامعة. القاعة دي اتبنت عشان تعكس فكرة النهضة، عشان كده وقف على مسرحها رؤساء من العالم كله، ووقف على نفس الخشبة علماء وفنانين وأدباء. الحقيقة إن قبة جامعة القاهرة مش مجرد مبنى، هي صرح شاف السياسة والعلم والفن في مكان واحد، وكل مرة بدخلها بحس إني جزء من تاريخ أكبر مني بكتير. احنا دلوقتي في أول نقطة في الجامعة. عشان نوصل لآخر الجامعة عندنا طريقين: طريق مختصر نص الطلبة ما يعرفوهوش هوريهولكوا دلوقتي، وطريق تاني طويل نمشي واحنا راجعين. وبالمناسبة الممر ده لسه معمول السنة اللي فاتت وبقى سبوت حلو قوي عشان تقعد فيه انت واصحابك او تذاكر او تتخانقوا خناقات البروجكتس. والممر ده لما بيخلص بيودينا الاول كليه معانا، وهي كليه السياسه والاقتصاد، واللي سموها كليه القيادات لان الكليه دي طلع منها وزراء وسفراء ودبلوماسيين. من الكليات اللي انا بحبها قوي لان الدكاتره بتوعها بيدونا مواد في اعلام. لغايه ما نوصل للكليه الجايه تعالى احكي لكم على الستودنت اكتيفيتيز اللي عندنا في الجامعه. انت هنا في الجامعه ممكن تكون طالب الصبح ورئيس فريق بالليل، بتساعده وبتدربه وبتخش معاه مسابقات دوليه. عندنا اول ستودنت اكتيفيتي هو نكتس بياخد افكار الشباب وبيحولها لمشاريع، والمشاريع دي بيخش بيها مسابقات دوليه ومحليه. وعندنا كمان تادكس دي منصه بتدي للطلبه الفرصه انهم يقفوا على المسرح ويتكلموا عن اي تجربه عاشوها او اي موضوع عندهم شغف بيه. وطبعا عندنا ايزك، اكبر منظمه طلابيه دوليه في العالم، دي بتساعدك تطوع بره مصر او تستقبل ناس متطوعين جايين مصر.
فبتخليك تتعامل مع بيئه دوليه وانت لسه طالب. وطبعا عندنا نماذج محاكاه للبورصه والامم المتحده والمجلس النواب، ده غير ان في منح زي منحه إراسموس بلس بتخليك تدرس سمستر كامل في اوروبا في الجامعه اللي انت بتختارها وبتقدم من خلال كليتك. وايفنتس عن التكنولوجي اخرها كان CUAI نكسس وغيرها كتير. واحنا دلوقتي وصلنا عن تاني كليه هنتكلم عنها وهي كليه التجاره. تعال احكي لكم شويه عنها. كليه التجاره بتختار تدرس فيها بالعربي او بالانجلش، كمان فيها برنامج جورجيا اللي بالتعاون مع جورجيا ستيت يونيفرسيتي في امريكا. هنتمشى شويه ونوصل لاكتر كليه انا ممتنه لها، الكلية اللي بسببها الجامعة متخططة بالجمال ده، وهي كلية التخطيط الإقليمي والعمراني اللي بتصمم الحركة جوه الجامعة عشان نتحرك بالسهولة دي. وطبيعي إن أجمل مكان للقعدة يبقى قدامها هنا. ياما قعدت هنا في الجابس ما بين المحاضرات أسمع المزيكا بتاعتي وأقرأ كتابي لو مش عايزة أتناقش في أمور الدين والدنيا مع صحابي. فلو دخلت جامعة القاهرة دي سبوت ما ينفعش تفوتها. معلومة بقى عرفتها متأخر قوي، الخط ده لو موجود على الأرض تقدر تركن، لو مش موجود ما ينفعش تركن. بس طبعا دي معلومة بالنسبة لك مش مهمة أبدا، لأن عربيات الطلبة ما ينفعش تخش أصلا جوه الحرم الجامعي. هتقولي طب انا هاجي ازاي؟ هقول لك هو انت عندك اصلا عربيه؟ انت هتيجي يا اما بالباص يا اما بالمترو. طبعا مش محتاجه اقول لك ان محطه مترو جامعه القاهره بتربط ما بين الخط الثالث والخط الثاني، يعني لو جاي منين حتى العاصمه الاداريه هتعرف تيجي بالمترو. اما اصدقائي من المعادي واكتوبر فالحل العبقري هو مواصلات مصر، والموقف بتاعه تحت الكوبري اللي بره البوابه دي. قدامه على طول الكليه اللي مش بتدرس بلد واحده، بتدرس قاره كامله. من اسمها كلية الدراسات الأفريقية العليا، فيها بس دراسات عليا، دبلوم ماجستير ودكتوراه، ومهتمة بدراسة القارة الأفريقية كلها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. هنتمشى شوية ونوصل لأهم مبنى بالنسبة لأي طالب في جامعة القاهرة، مبنى الامتحانات. صحيح مش أكتر مكان عندي فيه ذكريات حلوة، خاصة لو عندك امتحان الساعة 9 الصبح في الدور الثالث، بس قدامه واحدة من أكتر الكافيتيرياز اللي أنا بحبها، وعندهم بطاطس سوري، احلى بطاطس سوري في الجامعه. وبعد مشي دقيقه بالظبط هنوصل لكليتي، كليه الاعلام جامعه القاهره. الكليه ممكن تدرس فيها بالعربي او بالانجلش، وفيها الدراسه 3 اقسام: اذاعه وتلفزيون، صحافه، علاقات عامه واعلان. واهم حاجه عندي ان قدامها على طول بوابه المترو، وراها على طول المكتبات، لو اي دكتور طلب منك اي كتاب هتلاقيه هنا في المكتبات. كمان كارنيه المترو بتطلعه من هنا. واكتر حته بحبها في الجامعه هي دار النصر، عم محمد اللي جوه ياما رشح لي كتب وقريت منها. وقدام بوابه المترو على طول هنلاقي كليه دار العلوم، مش كليه العلوم، كليه دار العلوم، من أقدم المؤسسات التعليمية في مصر، وتأسست سنة 1872 وانضمت لجامعة القاهرة بعد كده. واسمها معناه بيت العلم، وتخصصها هو اللغة العربية وفروعها زي البلاغة، العروض، فقه اللغة، النقد الأدبي، الدراسات الإسلامية وغيرها. مش عايزاك تخضم اللي أنا هقوله لك دلوقتي، بس الشوارع جوه الجامعة ليها أسماء بالظبط زي الشارع الجمهوري اللي احنا عدينا منه، زي شارع البنوك اللي احنا فيه. احنا عندنا فروع كامله لبنوك جوه الجامعه، فلو اتزنقت في كاش عندك فرع اي جي بانك وبنك مصر واي تي امز من باقي البنوك. معلومه بقى مهمه جدا، مستحيل تجوع في جامعه القاهره. احنا عندنا فوق ال10 اماكن للاكل، عايز شاورما، فرايد تشيكن، بيتزا، كريب، حلويات، مشروبات، كل حاجه هنا. فنصيحتي تقدم ورقك للجامعه مع اشتراك الجيم. وبالمناسبه مش كل كليات الجامعه موجوده جوه الحرم، في كليات ليها عالم رئيسي بتاعها لكن بره الحرم الجامعي، زي القصر العيني، هندسه، حاسبات ومعلومات، علاج طبيعي، صيدله. ما تقلقوش هنزورهم فيديو منفصل لكن مش في الفيديو ده. وصلنا دلوقتي للكليه اللي واخده اكتر من 45% من مساحه الجامعه، وهي كليه العلوم، واللي بتحتفل النهارده بمرور 100 سنه عليها. وصلنا لاكتر مكان الناس بتصور عنده هنا في الجامعه، وهي الشجره اللي ورايا دي اللي عمرها اكتر من 100 سنه. اعمل حسابك ان الكاميرا بتاعتك هتتملي بصورها. وبكده نبقى رجعنا مكان ما بدأنا، وعند اول كليتين اتبنوا في جامعه القاهره: كليه الحقوق اللي فيها الدراسه للقانون المصري بالعربي، وبرنامج السوربون للقانون الفرنسي. وقدامها على طول الناحيه الثانيه كليه الاداب، واللي فيها اكتر من 19 قسم و17 لغه للدراسه، وتخرج منها طه حسين ومصطفى محمود وبطرس غالي وغيرهم كتير. وبكده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا. قولوا لي الفيديو الجاي عايزين نتكلم عن انهي كليه بالتفصيل في جامعه القاهره.